من هم اللاعبين المغادرين لريال مدريد في الصيف القادم؟ كامافينغا، روديغير، اسماء اخرى. اذا انت مدريديست ادعمنا بلايك ويلا نبدا. بدايه وقبل كل شيء، ريال مدريد هذا الصيف راح يدير صفقتين او ثلاثه على الاغلب، يعني مش راح يكون تغيير كبير وشامل كما راه متخيل البعض، بصح في نفس الوقت ريال مدريد عنده اولويات في هذا الصيف، واول حاجه هي لاعب منظم في خط الوسط مثل بروفايل توني كروز، والشيء الثاني اللي هو ضروري لاعب قلب الدفاع. رانا شفنا كيفاش راه يعاني ريال مدريد في حاله الدفاع، يعني حتى الان ريال مدريد على الاغلب راح يدير ثلاث صفقات، صفقه واحده اللي هي قلب الدفاع وصفقتين في خط الوسط. وبالنسبه للهجوم 99% لن تكون هنالك صفقات في الهجوم. وبالنسبه لاربيلو حتى الان مؤكد استمرار اربيلو مع دراسه ملفه حتى نهايه الموسم، ولم تكن هنالك اتصالات مع مدربين خارجيين، يعني استمرار اربيلو حتى نهايه الموسم هذا شيء مؤكد، لكن للموسم القادم ما نعرفوش حتى الوقت الحالي، لكن على الاغلب لن يستمر اربيلو للموسم القادم. بالنسبه لكارفاخال بنسبه كبيره هو خارج ريال مدريد، لكن المدرب القادم هو اللي راح يحسم الامر، اسكو يحتاج كارفاخال او لا. لكن في الاداره لا يدعمون بقاء كارفاخال للموسم القادم. ونروح للمؤكدين مغادرتهم هذا الصيف هما دافيد ألابا وسيبايوس، وفي نفس الوقت سيتم الضغط على كامافينغا من اجل الخروج وايجاد عرض مناسب للبيع، لكن محيط اللاعب واللاعب متعنت للبقاء، يعني اللاعب يريد استرجاع ثقة النادي واثبات مكانته من جديد. بالنسبة لروديغير حتى الان وضعيته 50%، مش عارفين اسكو النادي راح يعطي عقد تجديد او لا. واسينسيو رسميا تم عرضه للبيع وراهم يتسناو في العرض المناسب. وفي اظهرة اليسار عندنا مندي، عندنا غارسيا، وعندنا كاريراس. الجميع يدعم بقاء كاريراس ومندي، لكن غارسيا على الاغلب راح يغادر. اما سانتونو شبه مؤكد مغادرته على سبيل الاعاره، وغونزالو غارسيا اما اعاره او بيع مع احقيه الشراء. والحاجه اللي على بالكم بها كاع انه رسميا عوده اندريك الموسم القادم. لكن بالنسبه لنيكو باز وفيكتور مونيوز هذا على حسب المدرب القادم اسكو راح يحتاجهم او لا، يعني المدرب القادم هو اللي راح يحسب اسكو راح يطلبهم للعوده او لا.